ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني انا ريتاج اولى طب بيطري. عارفه انكم في اصعب مرحله دلوقتي في حياتكم اللي هي الثانويه العامه، وكل تفصيله معاكم بتفرق وكل قرار بيأثر على مستقبلك، فخليني اكون صريحه معاكم. ما تقلقوش لان كل ده طبيعي، انا برضو كنت زيكم كده مش عارفه اذاكر ازاي ولا اخد مع مين، بس انا دلوقتي معاكم عشان اشارك معاكم ايه الاخطاء اللي وقعت فيها وازاي اتعلمت منها وازاي تتجنب اخطائك، لان المرحله دي ولا ينفع فيها انك تغلط كتير ولا ينفع تكرر غلطاتك. وان شاء الله هنتناقش دلوقتي عن المشاكل دي وازاي تحلها. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تضغط لايك وسبسكرايب وتعمل جوين جروب التليجرام، ويلا نبدا الفيديو. اول حاجه وهي اني قررت من اول السنه ان انا اخد اونلاين، وكنت شايفه ان ده الحل الامثل ليا. ما كانش فيه مشاوير طويله، ما كانش فيه سناتر، ما كانش فيه وقت بيضيع في المواصلات، الجدول بتاعي كان مرن، انا اللي بحركه انا اللي بنظمه، كنت بشوف الوقت اللي انا فاضيه فيه واحط الماده اللي انا محتاجه اذاكرها، وكنت بقدر اوفر وقت اكبر للمذاكره. بس هل ده كان القرار المظبوط؟ الحقيقه مش كله كان صح. في الاول كنت بحس براحه كبيره قاعده على مكتبي قاعده بذاكر والدروس كلها كانت جاهزه، ولا بروح بقى درس واتبهدل في المواصلات، ولا باجي تعبانه وعايزه انام خلاص ومش عارفه اذاكر. لا، كان كل حاجه متوفره حواليا، فكان الموضوع واو، مفيش بقى تضييع وقت، وكان قاعده مرتاحه في البيت، يعني مفيش حاجه تعباني. ولكن مع مرور الوقت بدأ يجيلي ملل والموضوع اتغير كتير. بقيت بزهق ان هو كل يوم نفس المكان اللي انا قاعده فيه ونفس الحصص ونفس المكتب ونفس الاوضه، فبدأت ان انا اتقفل من المذاكره وخلاص مش عايزه اذاكر. فكنت طبعا في دروس براكمها وبقيت مش قادره اواكب الكميه الكبيره اللي فاتتني. لكن وقفت مع نفسي وعملت جلسه حساب وبدات اشوف انا فين غلطاتي وايه اللي مخليني مش عايزه اقعد اذاكر وبضيع في الوقت. واللي عايزه اقوله لك ان الاونلاين سلاح ذو حدين. لو انت عندك انضباط ذاتي قوي هتعرف تنظم وقتك وتحاسب نفسك كويس وتقدر تحافظ على تركيزك فترات طويله، فالاونلاين الحل الانسب ليك. انا لما بدات لقيت نفسي ان انا بكسل عن المذاكره ومش عايزه اذاكر، بدات حطيت لنفسي جدول ونظام صارم جدا كاني بروح السنتر. وقت المذاكره كان محدد، البريك كان بحساب، بقيت اركز على ان انا انجز اللي عليا اول باول. تاني مشكله بحذر منها وهي المذاكره مع الصحاب. بلاش في ثانويه عامه يكون ليك صاحب بتذاكر معاه، ما يجيش مثلا واحد على جروب واتساب او على تليجرام او على اي جروبات تانية يقولك انا هذاكر معاك وننظم وقت مع بعض وهنحفز بقى بعض ومش عارفه ايه. كل الكلام ده في اول يومين هيكون حلو جدا بالنسبه لك وهيكون انت شايف ان هو تغيير، لكن بمرور الوقت هتبداوا تفتحوا مواضيع في الكلام، هتبداوا تاجلوا وكمان تراكموا دروس. يعني انتوا في البدايه كانت نيتكم كويسه جدا انكم تشجعوا بعض، لكن في النهايه ضيعتوا بعض انتوا الاتنين. تالت حاجه وهي مشكله الروتين والملل. يعني بعد شهر من الدراسه حسيت ان انا زهقت. طب ايه حل المشكله دي بقى؟ حاول ان انت تغير حاجه في الاوضه، حتى لو نقلت المكتب من مكان لمكان، بس كن عملت تغيير ولو بسيط، بجد هتحس ان هي فرقت معاك جدا وهتديك باور انك عايز تذاكر وتكمل مذاكره. وحاول انك تاخد يوم تذاكر بره البيت حتى لو مش هتذاكر، بس تبقى خرجت يوم في الاسبوع. رابع حاجه وهي مشكله اختيار المدرس. طبعا كلكم بتبقوا مشتتين ما بين المدرسين بسبب اختلاف بقى مدرس، اختلاف في الطريقه، وطبعا اغلبكم بيسمع للناس كتير. زي مثلا واحد صاحبك يقولك انا باخد مع فلان فتروح معاه، وواحد تاني يقولك انا بفهم المدرس كذا فتروح معاه برضو تحجز مع انك بتفهم المدرس بتاعك. فطبعا ده اكبر غلط بتقع فيه، فخد مع المدرس اللي انت بتفهم معاه وبترتاح له، لان في النهايه المدرس ده هو اللي هيساعدك انك تفهم منهج وليه تاثير كبير جدا في نتيجتك. وخامس مشكله وهي التراكمات، وهي عدوك الاول في ثانويه عامه. وهنا بقى الكلام اللي لازم تاخد بالك منه كويس جدا. انت في البدايه بتكون ماشي كويس جدا بادئ بنشاط، لكن بعد كده بتبدأ بقى تزهق وتأجل وتراكم، ولما بتراكم بتلاقي ان قدامك جبل من المسؤوليات اللي كان المفروض تخلصها، فده بيضغطك انت نفسيا اكتر. فحاول انك ما تقعش في التراكمات دي، ولو وقعت فيها اعمل مع نفسك جلسة حساب اللي انا عملتها مع نفسي وشوف انت غلطت في ايه وايه كانت مشكلتك اللي خلتك توصل انك كنت بتراكم. سادس حاجة وهي انك تاخد بريك يوم في الاسبوع من كل حاجة كانت ضغطاك ومن كل حاجة مضايقاك ومن المذاكرة كمان، لان دي حاجة هتفيدك جدا وهتخلي عندك باور وموتيفيشن انك تكمل. وفي النهايه ثانويه عامه هي مش سباق سرعه، هي ماراثون، لازم يكون عندك فيه صبر، لازم يكون عندك فيه هدوء، لازم تركز كويس جدا، ولازم تبقى عارف ان كل خطوه بتاخدها دلوقتي هي بتاثر على مستقبلك وبتاثر كمان على الكليه اللي هتدخلها. فما تسمحش لحاجه ان هي تشتتك او تضيع وقتك، وتمسك بكل درجه وما تفوتش اي حاجه. وربنا معاكم، باي.